ما يلا بينا يا جماعة نجرب مع بعض المراية اللي شكلها قمر دي. حرفيا من احلى التجارب اللي انا جربتها شخصيا، وكانت ممتعة جدا. بص، اول حاجة انا رحت عند المكتبة قلت له عايزة صلصال فوم، عطاني 10 باكيتات ب30 جنيه. قلت له كمان عايزة الالوان الفاقعة، اخدتهم وروحت بيهم على البيت وجربتها على طول. في الحقيقة يا جماعة انا كان عندي مراية قديمة قوي، يعني تقريبا ليها 5000 سنة او ممكن اكتر يعني. فقلت والله العظيم لاخدها واعمل بيها الترند ده. بص دلوقتي انا جبت صلصال الفوم وكورته كده على شكل كور زي ما انتوا كنتوا شايفين، على اساس تديني شكل الوردة. وجبت كمان اللون الازرق كورته كرة صغنونة وحطيتها من فوق كده في النص. هنا بقى جبت دبوس وعملت خطوط كده على كل دايرة على اساس تديني شكل الوردة الحلو ده. بصوا شكلها قمر قوي ازاي. بصوا يا جماعة، في ناس هتقول دلوقتي طب صلصال الفوم ازاي مش هيفك من بعض؟ لا، انا هقول لكم ان الصلصال ده نوعه ان هو لو اتعرض للهواء كتير قوي هتلاقوه نشف، وبعد ما نشف مش هينفع تشكله بيه تاني. عشان كده لو تلاحظوا ان انا كنت مسرعة قوي والشغل كان سريع جدا، على اساس ان الكور اللي انا كنت عاملاها والشغل اللي انا كنت عاملاه ده لازم يطلع مظبوط، لانه لو نشف مش هينفع اشكل بيه تاني. ولو اتبقى منكم اي صلصال زايد او حاجة زي كده يبقى انتوا لازم تحطوه في الكيس بتاعه وتقفلوه كويس قوي عشان ما يتعرضش للهواء، لان بجد لو اتعرض للهواء مش هينفع تشتغلوا بيه تاني وخلاص هينشف على كده، والقطع لازم تبوظ وتترمي. وهنا كنت عايزة ادمج لونين مع بعض، اللون الاصفر واللون البينك، عشان يطلعوا لي لون كده زي البطيخي كده. بصوا كان شكله حلو قوي. لو في الوان مش عندكم اللي يبقى تجمعوا لونين مع بعض عشان يطلع لكم اللون اللي انتوا حابينه. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني لو لون اصفر ولون احمر تدمجوه مع بعض هيديكوا لون اورنج، فشكلها حلو قوي. دلوقتي هبدأ اجيب المراية القديمة اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي ليها 5000 سنة، انتوا واخدين بالكم؟ فابتديت دلوقتي اجمع الورود. حطيت شوية غيرة، او ممكن مثلا لو عندكم شمع بمسدس الشمع ولا حاجة تلزقوا بيه الورود بتاعتكم. وبعد ما خلصت المراية القمر دي كانت في واحدة زايدة، فقلت احطها في ستاند الموبايل، كانت برضو عاطية شكل حلو قوي. وده الشكل النهائي، والله العظيم حبيتها تحفة قوي. بص المراية قديمة جدا، يعني هي انا غسلتها كذا مرة بس هي مش عارفة هي بايظة، بس مش مشكلة برضو. انا اهم حاجة عملت اللي انا عايزاه وعملت الترند ده. بص شكلها تحفة جدا، جربوها ومش هتندموا.